هل عمرك سألت نفسك إزاي الكمبيوتر أو حتى الموبايل بيفكر وبيعرف ينفذ كل اللي إحنا بنطلبه منه؟ السر في الجزء الصغير ده، المعالج. يلا بينا نكتشف عالم المعالج خطوة بخطوة. أنا مصطفى، ودي قناة تعلم بترفيه. هدفنا نوصل المعلومة بشكل مبسط وبأقصى ما يمكن لأي شخص، وهدفنا كمان المحتوى النافع لبلادنا العربية. المعالج ببساطة هو العقل المدبر، هو اللي بيستقبل الأوامر وينفذها بسرعة خيالية. في الكمبيوتر بنسميه CPU، اختصار لCentral Processing Unit أو وحدة المعالجة المركزية. في الموبايل بيكون جزء من شريحة أكبر اسمها SoC، اختصار لSystem on Chip، واللي بتجمع جواها CPU مع مكونات تانية زي كارت الشاشة ومعالج الصوت. يعني لما تضغط على لعبة في الموبايل أو برنامج في الكمبيوتر، المعالج هو اللي بيحسب الخطوات ويخليها تشتغل قدامك في لحظات. تقدر تعتبر المعالج زي مدير الشركة، مش بيعمل كل حاجة بنفسه، لكنه بينظم ويوزع الشغل على باقي الأقسام، ولو المدير سريع الشركة كلها تشتغل بكفاءة أعلى. نفس الفكرة مع الكمبيوتر والموبايل. المعالج بيتصنع من مادة السيليكون، وجواه ملايين الترانزستورات الصغيرة جدا اللي بتفتح وتقفل بسرعة رهيبة علشان تنقل الإشارات وتنفذ الأوامر. وسرعته بتتقاس بالجيجا هرتز، وكل ما الرقم ده يزيد الجهاز كله يبقى أسرع في التفكير وتنفيذ الأوامر. لكن هل يقدر المعالج يشتغل لوحده؟ أكيد لأ، هو محتاج مساعدين زي الرام هارد درايف والمذر بورد. استنونا في الفيديو الجاي، وهنبدأ بأول مساعد مهم للمعالج، رام. ولو حابب تتعلم معانا أكتر وتستمتع، ما تنساش تتابعنا على كل منصاتنا: يوتيوب، فيسبوك، انستجرام وتيك توك، علشان يوصلك كل جديد من قناة تعلم بترفيه.